اكتر سؤال بيتكرر بين الفريلانسرز وخاصة المبتدئين هو ازاي اوصل لكلاينتس تدفع الفلوس اللي انا عايزها بدون ما تضغط عليا وتضغط على السعر. فبدون اي مقدمات هقولك على 4 حاجات لو فهمتهم صح هتبدأ تجذب ليك العملاء اللي فعلا تقدر الخدمة بتاعتك وتدفع لك الفلوس اللي انت عايزها. ويلا بينا. اول حاجه افهم يعني ايه تسعير. ناس كتير فاكره ان التسعير ده مجرد رقم احنا بنحطه وخلاص، ولكن في الحقيقه التسعير مبني على حاجتين. اول حاجه الخدمه اللي انت بتقدمها، تاني حاجه السوق المستهدف، ودي نقطه مهمه جدا. هديك مثال بسيط. لو رحت منطقه شعبيه في مصر ورحت عرضت عليهم عربيه بورش 911، هل حد هيشتريها؟ اكيد لا، مش عشان العربيه وحشه لا قدر الله، ولكن العربيه في السوق الغلط. لكن لو رحت نفس السوق عرضت عليهم مكنه بوكسر او توك توك، هتلاقي كذا حد عنده الاستعداد ان هو يشتريها. نفس الكلام ده بالظبط بيحصل في الفريلانس. لو انت فيديو اديتور وبتعمل البروجكت ب $40، هل انت بتكلم الكلاينتس وبتتواصل مع الناس اللي عندها المقدره ان هي تدفع $40، ولا بتكلم الناس اللي اقصى ميزانيه ليها $10؟ لما تبدا تستهدف اسواق صح زي اسواق الخليج، انجلترا، امريكا، الشركات العقارات وهكذا، الناس دي عندها ميزانيات حقيقيه للتسويق، فبالنسبه لهم $40 او السعر اللي انت كنت فاكر انه عالي بالنسبه لهم ده حاجه عاديه جدا. وفي اللحظه دي انا عارف انك بتسال سؤال: ازاي اوصل للكلاينتس او الاسواق دي؟ هقول لك الاجابه باختصار انك تعمل لايك وشير وسبسكرايب، عشان الفيديو الجاي هجاوبك على السؤال ده واقول لك ازاي توصل للكلاينتس اللي فعلا تقدر الخدمه بتاعتك. تاني حاجه لازم تفهمها هي الباكجينج او التغليف، ودي اكتر حاجه ناس كتير جدا بتهملها. الكلاينت مش بيشتري مهارة، الكلاينت بيشتري اكسبيرينس كاملة. عشان كده انت لازم تسأل نفسك سؤال: هل الكلاينت شايفني شخص بقدم خدمة معينة وبس، ولا شايفني واحد بساعده انه يكبر البراند بتاعه؟ الفرق بينهم ضخم. نفس المهارة بس الفرق ضخم. فلو انت فيديو اديتور، بدل ما تقول له انا بعمل مونتاج، قول له انا بساعد صناع المحتوى يحافظوا على المشاهدين لأطول وقت ممكن عن طريق اديتنج مصمم انه يزود الريتنشن. نفس المهارة بس الباكجينج مختلف تماما. كل ما زادت القيمة اللي الكلاينت شايفها، كل ما كان عنده استعداد انه يدفع في الخدمة او المهارة بتاعتك اكتر واكتر. ثالث حاجة طريقة كلامك والبيرسونال براند. طريقة كلامك، ردودك على الرسائل، شكل البروفايل بتاعك على السوشيال ميديا، طريقة عرض البورتفوليو، كل الحاجات دي بتفرق، وكل ده بيبين هل انت بتقدم خدمة عادية ولا خدمة بريميوم. فلو انت عايز كلاينت يدفع كل شهر آلاف الدولارات، لازم التواصل بتاعك يعكس ده. كل تفصيلة فيك وفي كلامك بتفرق. ركز حتى في الحاجات اللي انت بتعمل لها شير على السوشيال ميديا، لان الكلاينت لازم يحس انك شبهه. رابع واخر حاجة، انت اللي بتحدد سعرك، ودي اهم نقطة في الفيديو كله. في ناس كتير بتستنى الكلاينت هو اللي يسعرها او هو اللي يقيم الخدمة بتاعتها، وده اكبر غلط. انت لازم يكون عندك رقم انت مقتنع بيه، رقم يخليك متحمس للشغل، رقم ما يخلكش تشتغل وانت مضغوط. لان لو انت مش مقتنع بالسعر بتاعك، الكلاينت عمره ما هيقتنع، وبالعكس هيفضل يضغط على السعر بتاعك الى ان تقدم له الخدمه بتاعتك ببلاش. الثقه في التسعير جزء كبير من عمليه البيع، وافتكر ان الكلاينت قبل ما بيشتري الخدمه نفسها هو بيشتري ثقتك انت. الخلاصه، لو انت عايز توصل لكلاينتس فعلا تدفع السعر اللي انت عايزه، في 4 حاجات لازم تعرفها. افهم ان التسعير مرتبط بالسوق مش بالمهاره فقط. 2. غلف خدمتك بشكل بروفيشنال يخلي الكلاينت يشوف الفاليو بتاعتها. 3 حاجة اهتم بطريقة كلامك والبيرسونال براند. 4 حاجة حدد سعر انت مقتنع بيه ومستعد تدافع عنه. ولو عندك اي سؤال في الفريلانس سيبهولي تحت في الكومنتس وانا هرد عليك. اشوفك الجمعة الجاية. سلام. في كلمتين عايز اقولهم في اخر الفيديو. مش معنى كلامي في الفيديو ده ان كل الفريلانسرز لازم يحطوا اسعار عالية جدا ويكلموا الكلاينتس الهاي اند اللي يعني بيدفعوا $100,000 في الحاجة الواحدة. لا، في فريلانسرز بتبقى مرتاحة في التعامل مع الناس اللي بتقدم خدمات بسيطة بسعر بسيط، 5 10 $15. في فريلانسرز تانيين لا، الموضوع بيبقى بالنسبة لهم مش مريح. دول فئة، ده سوق وده سوق. افتكر مثال العربية البورش اللي قلت لك عليه ده. حاجة تاني حاجة، اتعامل مع نفسك على انك براند. انت زي مثلا براند موبايلات، هل انت عايز تكون في المكانة بتاعت ابل عمرها ما نزلت سعر؟ يعني هو
$1100 و$600 فقط. في موبايلات تانية بتقدم فاليو قوية جدا وحلوة جدا بأقل من كده بكتير، ولكن هي ابل هاي اند لفئة معينة، ستاندر معين. هكذا في الفريلانس، او تعامل مع نفسك على هذا الاساس، انك براند، انك شركة. اوكي، وبس كده، اشوفك الجمعة الجاية، سلام.